تخيل لو قررت النهاردة إنك تسيب موبايلك خالص لمدة أسبوع. هتعمل إيه في أول 5 دقايق؟ هتحس بإيه؟ وإيه اللي هيحصل لجسمك وعقلك بعد يوم، يومين، أسبوع كامل من غير شاشة في إيدك؟ هل هتكون حر ولا هتتجنن؟ هل هترجع تحس بالوقت اللي ضايع منك؟ ده اللي هنعرفه بعد الانترو. في أول ساعة من غير موبايل، إيدك هتلف وحدها على جنب السرير تدور عليه. مش بإرادتك، دي عادة بقت زي النفس. في أول اليوم هتحس بفراغ غريب، مش فراغ حزين لكن فراغ مزعج. كل ما تيجي تفكر في حاجة هتلاقي نفسك بتقول خليني أتأكد من الموبايل. بس دلوقتي مفيش موبايل. الدراسات بتقول إن الإشعارات والإعجابات بتخلي المخ يفرز مادة الدوبامين، نفس المادة اللي بتفرز لما تاكل سكر أو تشرب كافيين. فلما بتوقف فجأة هتحس بأعراض زي التوتر، صعوبة التركيز، وحتى ملل غريب. في اليوم الأول هتكون عصبي، أي حد يكلمك هتقوله سيبني في حالي، وهتفتكر إنك محتاج تشوف حاجة مهمة على التليفون. لكن الحقيقة إن مفيش حاجة مهمة، دي أعراض انسحاب رقمي. في اليوم التاني حاجة غريبة هتحصل، الوقت هيمشي ببطء. لا، مش ببطء، بالعافية. هتحس إن الساعة اللي كانت بتطير في يومك بقت بطيئة خالص. ليه؟ لأن الموبايل كان مسؤول عن حاجة اسمها تفتيت الوقت. كنت بتفتح انستجرام 5 دقايق، تتفرج على فيديو دقيقة، ترد على رسالة، تفتح تاني، والمخ بقى معتاد إنه يغير نشاطه كل دقيقتين. فاليوم كله بقى عبارة عن بقع صغيرة من التركيز. لكن من غير الموبايل مفيش حاجة تقسم الوقت. هتبدأ تعمل حاجة واحدة لفترة طويلة. هتحس إن الساعة بتمشي ببطء، لكن في الحقيقة إحساسك بالوقت هو اللي رجع لطبيعته. أنت اللي كنت مسرح حياتك بمزاجك. في اليوم الثالث هتبدأ تسمع نفسك، أفكارك، مش أفكار التيك توك ولا ترندات تويتر، لا، أفكارك أنت. وهتتفاجئ إن عقلك عنده مساحة فاضية كتير كان الموبايل شاغلها طول الوقت. في اليوم الرابع الدماغ بيتأقلم. هتلاقي نفسك بتقدر تقرأ صفحة كتاب من غير ما تزهق. هتقدر تخلص شغلك من غير ما تفتح 15 علامة تبويب. ده لأن التركيز العميق بيرجع لك. العلماء بيسموه deep work، حالة ذهنية بتوصل لأقصى إنتاجية لما ما تبقاش متشتت. والموبايل هو أكبر قاتل للتركيز العميق. كل ما تجيلك رسالة المخ بياخد 20 دقيقة عشان يرجع لتركيزه الأصلي. كمان هتبدأ تفتكر حاجات. افتكرت إن النهاردة ذكرى حد عزيز، افتكرت إنك كنت عايز تعمل حاجة زمان وحلمت بيها. هتحس إن ذاكرة بعيدة رجعت لك. في اليوم الخامس هتعمل حاجة غريبة، هتبص حواليك، هتشوف الناس اللي في الشارع، شكل السما، صوت المكيف، ريحة الأكل اللي بتتعمل في البيت. الحواس اللي كانت نايمة صحت، لأن الموبايل كان مسؤول عن تخديرها. في اليوم السادس هتحس بالوحدة. لا، مش وحدة حزينة، لكن وحدة بتخليك تسأل أنا مين من غير الموبايل؟ أغلب علاقاتنا بقت افتراضية، إعجاب، منشن، رسالة سريعة. العلاقات الحقيقية محتاجة وقت وملل، محتاجة إنك تزهق مع الناس عشان تحبهم. الموبايل خلى التواصل سريع جدا لدرجة إنه قتل العمق. هتلاقي نفسك بتكلم أهلك أكتر، بتقعد مع نفسك من غير ما تفتح حاجة، بتفكر في أخطاء قديمة أو أحلام مؤجلة. ده مش اكتئاب، ده وعي. آخر يوم، اليوم السابع، هتقوم الصبح وهتنسى إن الموبايل مش موجود. هتاكل فطارك بهدوء، تقعد تتفرج من الشباك، تفكر في مستقبلك، وهتحس بحاجة غريبة، الراحة. لا، مش راحة الكسل، راحة العقل اللي ما بقاش مشغول طول الوقت بحاجات مش مهمة. المشكلة الحقيقية مش إن الموبايل وحش، المشكلة إنه بقى جزء من دماغك، وزي ما أي عضو لو استريح شوية بيرجع يشتغل أحسن. عقلك محتاج يصوم عن الرقمنة. تخيل لو بعدت عن الموبايل أسبوع. بس السؤال مش هل هتقدر، السؤال لو رجعت له بعد الأسبوع هل هتعرف تمسكه من غير ما يرجع يمسكك؟ لأن الموبايل مش عدونا، لكن إدمانه خلانا ننسى إحساس إننا عايشين بدون شاشة بيننا وبين العالم. هل أنت دلوقتي قادر تقعد ساعة من غير ما تلمسه؟ مش عشان انتظار حاجة مهمة، لكن عشان بس تشوف إحساس الحياة من غير فلتر. اكتب لي رأيك في الكومنتات، قد إيه تقدر تستغني عن الموبايل في يومك؟ وإذا عجبك الفيديو اشترك في القناة عشان نفضل نتخيل سوا. وفكر، لو الموبايل اختفى للأبد، مين هتكون أنت؟